القصة اللي هحكيها دي مش تأليف، دي حاجة حصلت معايا أنا شخصيا من 2.5 سنين بالظبط. غيرت حياتي للأبد وخلتني لحد النهاردة بخاف أبص في مراية العربية بالليل. أنا محمد الشرقاوي، سواق تاكسي على باب الله. عندي 42 سنة، متجوز وعندي ولدين، أحمد في ثانوي ويوسف الصغير اللي لسه في ابتدائي. أنا راجل بسيط، بصلي وبخاف ربنا، بشتغل على عربيتي لحد الفجر علشان أسدد أقساطها وأعرف أكل عيالي. دايما كنت معلق صورة يوسف في المراية قدامي، صورة صغيرة ليه وهو بيضحك. كل ما أحس بالتعب أبص عليها وأقول لنفسي كمل يا محمد، الراجل ما يتعبش. كنت بشتغل لحد 3 الفجر وما أحسش بخوف من حاجة، لا شوارع ولا ضلمة ولا ناس غريبة، لحد ما ركب معايا. الليلة المشؤومة دي كانت 17 يناير 2023. الجو كان تلج والضباب نازل على الأرض، والشوارع كانت ميتة خالص، ولا عربية ولا ناس ولا حتى كلاب الشارع اللي عادة بتنبح طول الليل. كان صمت غريب، النوع ده من الصمت اللي بيخليك تسمع دقات قلبك وتحس إن في حاجة غلط بس مش عارف هي إيه. أنا كنت خلاص فصلت وقلت لنفسي آخر زبون وأروح أنام. الساعة كانت 3 إلا ربع الفجر بالظبط. كنت ماشي بالعربية ولمحته، شاب واقف لوحده تحت عمود النور، الضوء نازل عليه بشكل غريب كأنه بيعزله عن باقي العالم. لابس جاكيت جينز أزرق ومعاه شنطة كروس صغيرة، شعره أسود ومنكوش شوية ووشه كان شاحب. أول ما شفته حسيت برعشة في جسمي، حاجة جوايا قالت لي كمل سواقة يا محمد، ما تقفش. بس الشوارع كانت فاضية ومفيش شغل. رفع ايده بهدوء، حركة بطيئة زي ما يكون مش متأكد. وقفت له، فتح الباب اللي ورا وسألته وانا بحاول ابان طبيعي على فين يا باشا. رد بصوت هادي وواطي، صوت غريب مفهوش حياة بس مفهوش شر برضه. المعادي، شارع 9 لو سمحت. قلت له تمام اتفضل. ركب ولاحظت حاجة غريبة، نفسه مش بيطلع بخار رغم ان الجو كان تلج، ورغم ان انا نفسي بيطلع زي الدخان من البرد. قلت لنفسي انت تعبان يا محمد، عينيك بتلعب بيك. اول ما ركب ريحة رجالي قوية جدا نفاذة كأنها بتملى كل حتة، بس كان مخلوط معاها ريحة غريبة، ريحة تانية باردة زي ريحة التراب المبلول. بصيت في المراية علشان اشوفه، كان قاعد ساكت بيبص على الطريق قدامه ووشه مش واضح قوي. قلت توكلنا على الله وبدأت أسوق ناحية الكورنيش. كنت مشغل الراديو على نجوم FM، وكانت شغالة أغنية لأم كلثوم. صوتها كان مالي العربية، هادي ودافي ومريح. بس حسيت إني عاوز أنام، عيني بدأت تتقل. مديت إيدي على الراديو علشان أغير المحطة لأي حاجة تانية تخليني صاحي، وأول ما لمست الزرار سمعته بيقول لأ سيبها، دي كانت أغنيتي المفضلة زمان. استغربت من كلمة زمان، ليه مش دلوقتي؟ بس قلت يمكن قصده إنه كان بيسمعها وهو صغير. سألته وأنا بحاول أفتح معاه كلام، بتسمعها دلوقتي؟ رد بصوت بعيد، لأ بس كنت بسمعها آخر مرة. آخر مرة إمتى؟ سكت شوية وبعدين قال بصوت بعيد، في العربية قبل الحادثة. قلت له حادثة إيه؟ قال لي عربية نقل ظهرت فجأة، السواق حاول يفاديها وبعدين مش فاكر حاجة. حسيت برعشة غريبة في صدري بس كملت سواقة. وبعد دقيقتين بالظبط الراديو فصل لوحده، الإضاءة بتاعته طفت تماما، العربية بقت ساكتة خالص، ولا صوت غير صوت الموتور. حاولت أشغله تاني، دوست على الزرار مرة واتنين، مفيش فايدة. لقيته ضحكة خفيفة مكتومة وقال لي ما تتعبش نفسك، هيرجع يشتغل تاني لوحده. استغربت ازاي عارف، بس قبل ما اسأل حسيت بحاجة تانية. الجو بدأ يبرد جدا جوه العربية،
برد جامد مش طبيعي. الإزاز بدأ يشبر من جوه رغم إني مشغل الدفاية على أعلى درجة. حسيت بنفس ساقع، نفس بارد زي التلج جنب ودني بالظبط، وسمعت صوته بيهمس: انت عندك ولدين صح؟ قلبي وقف، استنيت مردتش. صوته كمل بهدوء مخيف: الكبير أحمد والصغير يوسف، بيخاف من الضلمة وانت دايما بتسيب له النور منور. دمي اتجمد في عروقي، الدفاية كانت شغالة على أعلى درجة، بس حسيت إن جسمي بدأ يتجمد من جوه. حاولت أبلع ريقي، ما قدرتش. أنا ما قلتش اسم أي حد من ولادي قدامه، ولا حتى فكرت فيه بصوت عالي. ومفيش حد في الدنيا كلها يعرف إنه بيخاف من الضلمة غيري أنا وأمه. صوتي كان بيترعش وأنا بسأل: أنت عرفت الكلام ده منين؟ سكت، مردش. كملت سواقة وأنا إيدي بترتعش على الطارة. كل ما أبص في المراية ألاقيه بيبصلي بتركيز غريب، نظرة تقيلة عميقة ما بترمش، عينيه ما بترمش نهائي. فجأة لمحت حاجة في المراية الجانبية، عربية بيضة قديمة، موديل قديم قوي، كانت ماشية جنبنا بالظبط بنفس السرعة، كأنها بتراقبنا. بس لما بصيت على الشارع كان فاضي، مفيش ولا عربية. بصيت تاني في المراية، العربية البيضة اختفت. بصيت على الشاب ولقيته بيبتسم، قال لي بهدوء: شفتها؟ صوتي طلع وفيه رعشة: شفت ايه؟ العربية اللي مت فيها. قلبي كان هيقف، حسيت بدوخة وحسيت ان الارض بتدور بيا. بصيت في المراية علشان اشوفه كويس، وشفت حاجة خلت روحي هتطلع. انعكاسه في المراية كان مختلف، عينيه كانت فاضية، مش عينين لكن فراغ اسود مخيف. لفيت راسي بسرعة وبصيت عليه ورايا مباشرة. عينيه كانت طبيعية، عينين عادية لونها بني. رجعت بصيت في المراية، العينين السودة رجعت. قال لي بصوت هادي كأن مفيش أي حاجة حصلت: ما تبصش كتير في المراية يا محمد، المراية بتوري الحقيقة، والحقيقة مش دايما حلوة. سكت شوية والصمت كان أتقل من أي كلام، وبعدين قطع الصمت فجأة وقال لي: أنت خايف مني؟ صوتي كان بيترعش: لأ، بس أنا مش فاهم حاجة. قال بنبرة هادية بشكل مش طبيعي: ما تخافش، أنا مش هنا علشان أذيك، أنا هنا علشان لازم أوصل. قلت له: توصل فين؟ مش أنت قلت لي رايح المعادي؟ قال لي: بس من 11 سنة وأنا بحاول أوصل ومش عارف. رديت عليه باستغراب مش فاهم: 11 سنة؟ إيه اللي منعك؟ بصلي في المراية بعيون فاضية من أي إحساس وقال بنفس البرود: الموت. حسيت إن الأرض انشقت تحتي، حاولت أفرمل، رجلي اترعشت على الفرامل، دوست بكل قوتي، لكن العربية ما وقفتش. إيه ده؟ العربية مش راضية تقف. فجأة حسيت بإيد باردة جدا على كتفي، كانت متلجة زي لوح التلج، وقال لي بهدوء مخيف: ما تخافش يا محمد، بس ما تحاولش تقف دلوقتي. قلت له: ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ قال لي: عندي ميعاد لازم اوصل فيه بالظبط، وفاضل 5 دقايق. قلت له: ميعاد مع مين؟ سكت ثانية وبعدين قال بصوت غريب: مش هتفهم، بس لما وصلتش في ميعادي بالظبط مش هعرف ارجع تاني. وصلنا شارع 9 في المعادي. الشارع كان ضلمة، ولا عمود نور شغال، كل حاجة غرقانة في ضلمة تقيلة. شاور لي على بيت في آخر الشارع، بيت قديم نصه مهدود، حيطانه بايظة والبوية واقعة، كان عليه يافطة كبيرة ومصدية مكتوب عليها بخط باهت: للبيع، وتحتها تاريخ 2009. هنا؟ سألته وأنا مش مصدق. أيوة، هنا كان بيتنا. وقفت العربية قدام البيت وبطلت الموتور، والصمت رجع يملى كل حاجة.
لفيت ورايا عشان أقول له الحمد لله على السلامة. الكرسي كان فاضي، فاضي تماما. قلبي وقف، حرفيا وقف لثانية. فتحت باب العربية بسرعة ونزلت وأنا ركبي بتخبط في بعضها. جريت على الباب اللي ورا وفتحته بعنف. مفيش حد ولا أي أثر لأي حد. بصيت حواليا في الشارع كان فاضي، ولا أي إنسان ولا حركة ولا صوت. وقفت قدام الباب المفتوح وأنا مش مصدق. وفجأة حسيت ريح باردة جدا عدت جنبي، كأن حد مشي من جنبي، نفس الريحة اللي شمتها لما دخل العربية. بصيت على الكرسي اللي ورا تاني، وفي اللحظة دي بالظبط لمحت حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. ايدي اترعشت ومديت ايدي بخوف. الجاكيت الجينز بتاعه متطبق على الكرسي. لمسته كان مبلول بارد زي التلج، والمية كانت بتنقط منه. وجنبه الشنطة الكروس الصغيرة، وصورة قديمة أبيض وأسود لشاب، هو نفس الشاب اللي كان راكب معايا، مقطوعة من جورنال ومكتوب تحتها: وفاة الطالب محمود حسن 19 سنة في حادث تصادم على كورنيش المعادي 17 يناير 2012. كان راجع من حفل تخرجه في الجامعة، لكن ما وصلش بيته أبدا. 17 يناير، النهاردة 17 يناير، نفس اليوم ونفس الساعة ونفس المكان، لكن بعد 11 سنة بالظبط. حسيت ان الارض بتلف بيا. سندت على العربية وحطيت ايدي على صدري، وقلبي كان بيدق بسرعة مجنونة. بصيت للبيت المهجور، البيت الميت، وشفت حاجة في الشباك. في الدور التاني ظل شاب واقف لابس جاكيت جينز ازرق، كان بيبصلي وبيرفع ايده ببطء وبيشاور وبيبتسم. جريت العربية وانا بصرخ زي المجنون. ركبت وشغلت الموتور وطلعت اجري من الشارع باقصى سرعة. معرفتش انا رايح فين، ومعرفتش انا عديت على ايه. كل اللي انا فاكره اني فضلت اسوق لحد ما الفجر طلع. من يومها حياتي اتقلبت. اول اسبوع ما قدرتش انام خالص. كل ما اغمض عيني اشوفه قاعد على الكرسي اللي ورايا بيبصلي وبيبتسم. حاولت احكي لمراتي، قالت لي انت تعبان يا محمد، محتاج ترتاح. حاولت احكي لاصحابي، ضحكوا وقالوا لي ادي اخرة الافلام الرعب. محدش صدقني، محدش. بطلت اشتغل بالليل نهائي. الناس فاكراني كبرت وتعبت، بس الحقيقة اني لسه مرعوب. حاولت مرة واحدة بس اكسر خوفي وانزل بالليل، بس اول ما الساعة جت 3:45 بالظبط، الراديو اشتغل لوحده على نفس الأغنية. نفس الريحة كتمت نفسي في العربية، وفي وسط الضلمة سمعت همسه جنب ودني بوضوح: أنا لسه ما وصلتش يا محمد، ومش هنزل إلا لما أوصل. وبكده تنتهي حكايتنا النهاردة. لو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ده أكبر دعم لينا وللقصص اللي جاية. وقبل ما امشي حابب أهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.